خلفي. خلفي مفيش مشكله، احنا متعودين ان احنا نقص الكورساج الاساسي بالطريقه دي، مفيش يعتبر فيه جديد. عايزين نتعلم بقى ازاي نقص الامام بتاع البلوزه الكروزيه. طبعا البلوزه الكروزيه احنا عاملين الامام، عاملين له بطلون اهو، نشيل دي عشان خط الكتف يطلع بشكل نائي، وهطبق القماش طبقتين كده. حط البطلون بتاعي كده. نحط الطبق المغطيس ده بحيث ان هو يثبت لي الدبوس هنا. مش لازم نحط كمية دبوس كبيرة، كفاية كده، حطينا 2 من هنا و2 من هنا كفاية. وبعدين نشوف الحدود الخارجية بتاعة البطلون كده. خلاص زيادة مش قوي، نقص بقى على الخط بالظبط. نطلع الكيزين اللي هنضربه فيهم. هنفصل الجزء ده فهمنا؟ دي تبقى جوه دي. طيب افرض ان واحده قالت لي بصي السبعه دي صغيره، هي كده كده البلوزه الكروزيه لازم يتلبس تحتها طب. لو انا سبت السبعه دي كده هتبقى عامله زي البلوزه اللي هي بسبعه، يعني تلبس من الراس كده بس فيها سبعه، مش هتبان قوي ان هي كروزيه. عشان تبقى كروزيه لازم المسافه دي تكون اعمق شويه، يعني حابه ان هي تعلقها، انت عجبتك كده خلاص بنسيبها كده. لكن لو انا عايزاها اعمق شويه عشان القصه بتاعتها تظهر ان هي ما تبانش ان هي بسبعه عاديه، اختياري يعني كروزيه. ايه اختياري يعني اختياري ايوه اختياري. هتقولي مثلا طب خلاص علقي لي المسافه دي عشان تطلع اوسع شويه فيبان ان السبعه كبيره. انا هنا هطلع هقيس في النص، هقيس ده كده وهقيس 5 سم، يعني هشوف الخط اللي انا عاملاه بالريه ده طوله كام، طلع 60، هاجي عندي 30 هدخل 5 سم لجوه، وبعدين تدريجيا كده على ما فيش من هنا عشان ما اخدش من الكتف،
وعلى ما فيش من هنا عشان ما اخدش من المسافه 8 سم اللي احنا عاملينها عشان نشبك فيها الحزام اهو كده ونص. ما ينفعش تتني. لا يبقى شكلها مش حلو بالدوران. تيجي تتني مش هتطلع مظبوطه. وطبعا احنا عارفين ان حردة الابط الاماميه كده كده برضو بتتحرد 1.5 سم على ما فيش من هنا و1.5 سم ايه على ما فيش من هنا. فبنحط الاتنين على بعض نتأكد ان هما مظبوطين وبعدين بنعمقها شويه ودي بتدي راحه في حركه الكم. لما تيجي تحركي دراعك من هنا بتبقى طبعا ده لو هركب كم. انا نسيت ان هي كانت عايزاها كات صح ولا ايه؟ انت اصلا مش متاكده ان هي كانت خلاص كده خلاص. يبقى كده احنا ايه عملنا البلوزه الكروزيه السبعه دي وبال السبعه.